مساء الخير ومساء الجمال على كل مشاهديني الجمال، وحلقة جديدة من برنامج مع أمل انتي أجمل. النهاردة وزي ما حضراتكم متعودين هنقدم فقرتين، فقرة مع أمل وفقرة انتي أجمل. فقرة مع أمل النهاردة هتكلم فيها مع حضراتكم على الحنة، وحضراتكم طلبتوا مني الموضوع ده كتير جدا، حنة الشعر والوانها والالوان اللي نعملها او المقادير والوصفات الطبيعيه اللي اعملها علشان تديني الحنه لون اللي تديني لون مناسب لكل شعر. ده هتكلم فيه معاكم في فقره مع امل، بس انا عايزه حضراتكم تبقوا محضرين ورقه وقلم علشان تكتبوا ورايا بسرعه اللي هقوله النهارده. ومعانا كمان فقرة انتي أجمل، وهي مشرفاني فيها ضيفتي الأستاذة سالي رشاد، وهي خبيرة تجميل وميك اب ارتست، وهتتكلم معانا النهاردة عن العيوب والأخطاء الشائعة للميك اب. نطلع فاصل وانتظروني بعد الفاصل. اهلا بيكم في سنتر امل نور. اتكلمت كتير معاكم عن البروتين وعن مشاكل البروتين، والبروتين دايما كنتوا بتسالوا عليه بيعمل ايه في الشعر وايه المشاكل المفروض احنا بنعالجها بعد البروتين. يعني مثلا عندنا النهارده الموديل الجميله رباب، شعرها فيه هيشان شديد جدا، في كيرلي زي ما انتم شايفين، مكسر هايش، كمان الشعر مليان تقصيفه. احنا دلوقتي هنبدا مع رباب خطوات البروتين، هنبدا نعمل لها بروتين وهنشوف في الاخر شعر رباب هيوصل لايه بعد البروتين. هنبدا دلوقتي خطوات تطبيق البروتين. وجينا دلوقتي لأهم نقطة وأهم خطوة في خطوات البروتين وفي نجاح البروتين، هي البيبيليس. لازم نعمل كبس كويس قوي للشعراية بالبيبيليس، وهنبدأ دلوقتي عشان نوصل لأنجح خطوة ونوصل لنتيجة بروتين 100%. واحنا دلوقتي في اخر خطوه بالنسبه للبيبيليس، واخر خطوات وصلنا لاخر خطوات البروتين، وهنغسل الشعر ونشوف النتيجه هتكون عامله ازاي. وخلصنا دلوقتي غسيل الشعر، وزي ما احنا شايفين نتيجة الشعر بعد البروتين طلع ازاي. هو دلوقتي الشعر قدامنا وهو مغسول طلع طري جدا ولامع ومفرود كمان بنسبة 100%، والشعرية طرية قوي زي ما احنا شايفين دلوقتي كده معاكم، الشعر مفرود وطري ولامع. هننشف الشعر دلوقتي وهنشوف النتيجة النهائية بعد ما هننشفه. وصلنا دلوقتي للنتيجة النهائية لكل خطوات البروتين، وفي الاخر الشعر وصلنا بيه انه بقى طري جدا ولامع ومفرود زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. مجموعة ماكس جولد فخر الصناعة البرازيلية، مستوحى من عاصمة السحر والجمال والأناقة. مجموعة ماكس جولد تتغلغل داخل بصيلات الشعر لتعطيك شعرا ناعما ورطب كالحرير. مجموعة ماكس جولد لشعر صحي وقوي ولمعان يدوم طويلا. مجموعة ماكس جولد
الأكثر تطوراً بجزيئات الذهب. مجموعة ماكس جولد يمنحك كل ما تحتاجينه لجمال شعرك. مجموعة ماكس جولد هو الخيار الأفضل لكل مصففي الشعر المحترفين. ماكس جولد ينصح به الأطباء، متوفر لدى كبرى الصيدليات والبيوتي سنتر، ومرخص من وزارة الصحة. مجموعة ماكس جولد لشعر أغلى من الذهب. ورجعت لكم تاني بعد الفاصل مع فقرة مع أمل. هنتكلم زي ما قلت لحضراتكم النهاردة على الحنة. سألتوني كتير جدا، بعتولي رسائل كتيرة قوي قوي قوي، قلتولي عايزين نعرف الحنة احنا ممكن نعملها ازاي ونحط لها تبقى تدينا الالوان اللي احنا عايزينها على شعرنا ازاي. ويا ريت يا دكتورة امل تقولي لنا وصفات طبيعية او حاجة تخص الحنة او نضيف للحنة ايه علشان تدينا الالوان اللي احنا عايزينها. لان طبعا في حضرتك ممكن تبقي عايزة لون اسود، في لون احمر، ممكن لون بني، هدي اللون الاصفر، هدي اللون النحاسي، كل دي الوان للشعر ممكن تطلع معانا بالحنه. حضراتكم هتقولوا لي طب احنا بنعمل ومش بتطلع معانا الالوان على شعرنا. هنشرح النهارده كل حاجه وهقول لكم مقادير كل لون، ويا ريت يكون معاكم ورقه وقلم ومتابعيني وتكتبوا ورايا كل لون حنه وكل لون حنه حضرتك عايزاها على شعرك. هنعمل مقاديرها مع بعض وهقول لك على الطريقه. بس قبل ما نبتدي بقى هنشوف الحنه. احنا معانا شويه صور كده انا عايزه اعرضها لحضراتكم، اوريكم الصور في الاول على البروجيكتور. يعني اول صوره دي ده معانا شكل الحنه، ده بودره الحنه نفسها، وهي معايا انا جايبها لكم في الطبق اهي موجوده برضو. هو ده شكل الحنه، ده الحنه الطبيعيه. كمان معانا الصورة التانية ده شكل الحنة في الطبق، ودي حنة سودة. حضراتكم شايفين لون الحنة ايه؟ اسود. هنقول دلوقتي المكونات اللي وصلتنا للون الاسود. عندنا كمان اللون الحنة اللي في الطبق موجود معانا ده احمر، حنة حمراء. هتقولوا لي طب نوصل ازاي للدرجة دي؟ برضو هقول لحضراتكم. معانا كمان الحنة اخر لون ده اللون البني، لون البني، لون الحنة البني العادي. معانا كمان الصورة اللي بعد كده معانا هنا وهو الحنة محطوطة على الشعر. شايفين احنا حاطينها ازاي ورافعين الشعر بطريقة معينة زي الكحكة لفوق بعد ما بنوزع على الشعر كله الحنة. معانا الصورة برضو التانية احنا مقربين اهو على عاملين كلوز على الشعر علشان نوريكم شكل الحنة وهي محطوطة على الشعر. عندي كمان صورة تانية الأخيرة وهي صورة الشعر ده بعد ما اتغسل وبقى لونه بني بعد الحنة، بعد ما غسلناه من الحنة. طيب سريعا كده هتقولوا لي احنا نعمل ازاي الألوان دي. أول حاجة لو أنا محتاجة أعمل لون بني لشعري هعمل ايه؟ مقاديرها ايه؟ اللون البني بجيب رقم 1 هجيب 10 معالق حنة كبيرة. تاني حاجة هجيب معايا هجيب شوية مية دافية. أهم حاجة المية اللي أنا بعجن بيها الحنة تكون مية دافية. وهجيب كمان كوباية خل تفاح أو خل العادي. وبديل خل التفاح أو الخل العادي إن أنا ممكن أحط علبة زبادي. كمان عندي عصير ليمونة، عصير ليمونة واحدة. بعمل إيه بقى؟ بجيب الحنة الطبيعية بتاعتي اللي هي شكلها كده، بحط عليها مية دافية وبحط كمان خل التفاح او الزبادي وبعجنها كويس قوي وبسيب الحنة بتاعتي تخمر لمدة 3-4 ساعات. قبل ما اجي اوزعها على شعري هجيب عصير الليمونة اللي قلت حضراتكم عليه ونحطه على الحنة ونعجنها كويس قوي وبعدين نبدأ نوزعها على شعرنا كله. ده بالنسبة للون البني. طيب لو انا محتاجة اعمل لون اصفر، بس عايزة اقول لحضراتكم حاجة، اللون الاصفر مع الحنة ما بيناسبش غير الشعر الفاتح. يعني لو شعر حضرتك هو لونه بني فاتح الطبيعي لونه بني فاتح او كستنائي بالحنة ممكن اجيبه اصفر، لكن لو البيز بتاع شعرك لونه اسود صعب جدا اوصل بالحنة للون الاصفر. طيب معانا شعر فاتح واحنا عايزين نوصله اللون فاتح، بنعمل ايه مقاديرنا؟ بنجيب برضو 10 معالق حنة وبنجيب معلقتين كركم من عند العطار، بروح اجيب من عنده كركم
بحط معلقتين على الحنه، وبجيب كمان الميه الدافيه بتاعتي اللي بعجن بيها الحنه. احنا اتفقنا ان الحنه بنعجنها بميه دافيه. وبجيب كمان خل او تفاح او خل عادي او زبادي، نفس المقادير اللي فاتت، بس انا بضيف هنا ايه؟ بضيف معلقتين كركم علشان يوصلوا لي للون الاصفر. بسيب برضو العجينه بتاعتي الحنه لمده 3-4 ساعات، وبعدين ابدا اوزعها على الشعر. طيب لو انا محتاجه اعمل بقى لون احمر، دايما حضراتكم بتسعوا في الحنه للون الاحمر. اللون الاحمر بجيب 10 معالق حنه، وبجيب برضو عصير ليمونه، و3 معالق خل تفاح، وبجيب كمان معلقتين بن، ومقدار يكون مناسب من الميه السخنه. ده مش اللون الاحمر الصريح، ده اللون النبيتي، ممكن هو اللي يديني اللون النبيتي مع البن. فبعجن الخلطه دي كويس قوي، وبرده بسيبها 3-4 ساعات، وببدا اوزعها على شعري كله. طيب عندي كمان لو انا عندي لون بني شوكليت، لو انا عايزه بني شوكليت، البني الشوكليت بقى بعمله ازاي؟ بالحنه. هتقولوا لي ممكن يطلع بني شوكليت بالحنه؟ يطلع. هنجيب ايه بقى؟ بنجيب 10 معالق حنه زي ما احنا متفقين، وعصير ليمونه، وبجيب 5 معالق كبيره بودره كاكاو، ومقدار برضو من ميه سخنه او الميه الدافيه اللي احنا اتفقنا عليها. يبقى انا علشان اطلع الحنه لونها بني شوكليت يبقى لازم اعجنها ببودره كاكاو، وبسيب برضو عجين الحنه 3-4 ساعات، وبعدين نبدا نوزعها على الشعر. عندي كمان لو انا بقى افتراضا حضرتك عايزه اللون نحاسي، نعمل ازاي اللون النحاسي؟ بجيب برضو 10 معالق حنه، وبجيب عصير ليمونه، وبجيب بقى علبه 7 اب. طبعا هتستغربوا وهتقولوا ازاي؟ هتجيبي علبه 7 اب وهتضيفيها معاها ومقدار من الميه السخنه. انا ما بقولتش ليه مقدار معين، يعني ما قلتش لحضراتكم كوبايه او نص كوبايه او معلقتين. ليه؟ لان الميه السخنه دي انا بعجن بيها الحنه على حسب ما حضرتك بتشوفي الحنه بقت عجينه، ولا هي لينه قوي ولا هي ناشفه جدا، لازم يبقى قوامها متوسط. فبحط الميه على حسب عيني. بضيف بقى المقادير دي كلها، الحنه مع عصير الليمون مع علبه ال7 اب ومقدار مناسب من الميه، وعجنهم كويس قوي، هيدي لحضرتك اللون النحاسي. طيب لو انا محتاجه بقى لون نقول لون نبيتي او نبيتي غامق. طيب اللون النبيتي انا ممكن اعمله ازاي الغامق؟ اللون النبيتي بجيب 10 معالق حنه كبيره، وبجيب كمان عصير ليمونه، وبجيب معايا كوبايه مغليه كركديه. بجيب كركديه واحطه في كوبايه مقدار كوبايه ونص او حاجه او كوبايتين، واسيبه يغلي لحد ما يعمل معايا مقدار كوبايه، واجيب مقدار الكوبايه بتاعت الكركديه على 10 معالق حنه على عصير الليمونه، وكمان 3 معالق قشر رمان مجفف. هجيب قشر رمان مجفف، وده موجود برضو عند العطار لو حضراتكم هتسألوني يتجاب منين. هنجيب قشر رمان المجفف ونطحنه ونحطه على الحنة، ونجيب كمان كوباية خل تفاح وبرضو مقدار مناسب من المية. يبقى انا علشان اطلع لون النبيتي الغامق لازم يبقى معايا كركديه، كوباية كركديه مغلية، ويكون كمان معايا 3 معالق قشر رمان مجفف. بعجن الخلطة دي كلها، وزي ما اتفقنا بسيبها 3-4 ساعات لحد لما تخمر شوية، وبعدين نبدأ نوزع الحنة على الشعر كله. كمان عندي لو انا محتاجة اعمل بقى لون شعري، لو انا محتاجة اعمل زي ما قلت لحضراتكم لون يظهر، يعني دايما تقولوا لي ايه الحنة مش بتظهر لونها على شعرنا، ممكن نحطه ما تبانش. طب لو انا محتاجة ان انا شعري يقبل اللون او يديله اللون اللي انا عايزاه ويبقى فاتح، اعمل ايه؟ علشان اعمل لون فاتح لازم اعمل حاجة قبل ما ابتدي الون شعري بالحنة، قبلها ب15 يوم بجيب عصير ليمون
كوبايه عصير ليمون خام، بعصر الليمون بكمل كوبايه. بغسل شعري بالشامبو، وبعد ما بغسله بالشامبو بجيب كوبايه عصير الليمون احطها على شعري كله واسيبها لمده ساعتين، وبعدين نشطف الشعر حلو جدا. اعمل الحكايه دي يوم او يوم لا، ده بقى بيفتح معايا لون الشعر او يفتح سنه، فيخلي شعري يبقى مستعد ان انا احط له حنه ويقبل معايا اللون. برضو في حضراتكم قلتولي طب لو انا محتاجه اعمل لون احمر صريح انا ممكن اعمل ايه؟ احمر صريح بالحنه، بجيب 10 معالق حنه، وبجيب 3 معالق خل، وبجيب معلقه الليمون، وبجيب كمان معلقتين دم غزال. طبعا حضراتكم ممكن تقولوا لي، وزي ما واحده قالت لي وهي عارفه نفسها دلوقتي، قالت لي يعني دم غزال انا هذبح غزال منين اجيبه عشان اجيب دمه؟ طبعا هو غلط جدا، مش هو المقصود بدم الغزال ان انا اذبح غزال واجيب دمه، لا، دم الغزال هو بودر وهو موجود معايا دلوقتي، انا هوريكم شكله. هو البودر ده لونه شايفين احمر، ده بقى دم غزال، ده بيتجاب من عند العطار وبيبقى بودر شكله لونه بالطريقه دي. بجيب البودر ده معلقتين منه بحطه معايا على الحنه، وبعجن الخليط كله بميه دافيه واسيبها 3-4 ساعات، وبعدين ابدا اوزعها على شعري. طيب انا عايزه لون اسود، عايزه شعري يبقى لونه اسود خالص بالحنه من غير ما اعمل صبغات. بجيب برضو 10 معالق حنه، وبجيب كوبايه الميه الدافيه بتاعتي، وبجيب حجر اسود، وده شكل الحجر الاسود انا جايباه لحضراتكم علشان اوريكم شكله. ده شكل كده الحجر الاسود، وهو كمان بيتجاب من عند العطار برضو، ده شكله. حضرتك بتجيبي الحجر الاسود وبتاخديه في كوبايه مغليه، بتغليه كويس قوي بس يبقى كوبايه هيبقى مغلي، تاخدي الميه بتاعته وتضيفيها على الحنه بتاعتك، وتحطي عصير الليمون، وتحطي خل التفاح، ونحط كمان معلقتين زبادي، وبخلطهم كويس قوي كلهم مع بعض ووزعهم على شعري، واسيبها برضو من 3-4 ساعات. لو عايزين نتائج كويسة جدا ونتائج قوية بعمل ايه؟ بعمل بقى ان انا بحط الحنة بعد ما بعجنها او بعد ما بحطها على شعري واوزعها من الجذور لحد الاطراف، بحطه تحت جهاز بخار من نص ساعه لحد ساعه تحت جهاز البخار، وبعدين اسيب شعري في الهواء يجف لوحده وينشف ممكن 3-4 ساعات على حسب ما شعري يجف تماما، وبعد كده ابدا اغسله. وعايزه اقول لحضراتكم معلومه مهمه جدا، عند غسيل الحنه ما اغسلش شعري ابدا بالشامبو، هتقطعي شعرك وهتبوظيه وهينشف. بغسل شعري بميه وبلسم، بشطفه حلو جدا، انزل الحنه كلها بالميه، وبعدين اجيب بلسم واحطه كويس قوي على شعري وابدا ادلكه واسرحه بمشط واسع عشان اضمن ان كل اثار الحنه تنزل معايا، واشطفه حلو جدا واسيب شعري ينشف. ممكن تاني يوم بقى حضرتك تغسلي شعرك بالشامبو، وده لثبات لون الحنه على الشعر، وفي نفس الوقت عشان تحافظي على شعرك وشعرك ما يتقطعش ويتبهدل من الحنه. يا رب كده اكون افدتكم النهارده، وتكون كل وصفاتي وكل مقادير الحنه تكون عجبتكم، واعملوها وراسلوني وابعتولي قولولي عملت ايه معاكم. وقبل ما هطلع فاصل بحب افكركم صفحتي هتنزل دلوقتي على الشاشه، وارقام التليفونات موجوده معاكم على الشاشه، وتابعوني متابعه قويه جدا علشان تعرفوا ميعاد افتتاح سنتر امل نور لفرع القاهره. ونطلع فاصل على فقره انتي اجمل.